في ليلة رمضانية مباركة خطف النجم المغربي إبراهيم دياز الأضواء بلقطة صادقة ستبقى عالقة في أذهان الجماهير المغربية. بعد صافرة نهاية المواجهة الملحمية بين الريال والسيتي، كان دياز يعيش نشوة الفوز على أقوى أندية إنجلترا. ابتسامة عريضة، تصفيق الجماهير، لكن ملامحه بدت أكثر شدة بعد أن حدث فرح له المغاربة اليوم. من المدرجات صدح صوت أحد المشجعين المغاربة بخبر زلزال المكان، سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب بقرار لجنة الاستئناف. تجمد دياز لثواني وكأن الكلمات احتاجت وقتا ليستوعبها أذناه. ملامح الدهشة ارتسمت على وجهه ثم تحولت سريعا إلى فرحة جنونية لا توصف، وضع يده على رأسه غير مصدق قبل أن ينفجر احتفالا بطريقة عفوية صادقة، كأن طفلا بداخله استيقظ فجأة. دياز الذي تألق فوق المستطيل الأخضر قدم كل ما لديه في تلك الكأس الإفريقية. نعم، هذه اللقطة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ليلة انتصر فيها المغاربة، كانت ليلة انتصار ورد الاعتبار لإبراهيم دياز.